مشيت في دروب كثيرة في ريحة البلاد. في كل الأماكن اللي مشيت لها حملت في قلبي الوجوه اللي عرضتني والأصوات ودفء ترابها. كل الأماكن اللي زرتها كانت رحلة داخل الروح. كل حجرة في تونس حكاية، وكل وجه هو وطن صغير. ريحة البلاد مش محتوى على السفر، هو لقاء مع الذاكرة ومصافحة مع الأرض وسؤال مفتوح عنا: من نكون حين نمشي فوق هذه البلاد؟ أعود لأمشي من جديد، إنسانة تشكر الأرض لأنها احتضنتها، وتشكر الحياة لأنها منحتها فرصة أخرى للحلم. ريحة البلاد هو وعد أنه نحكي تونس كما هي، دافية حقيقية وقادرة دايماً على شفاء كل من يجيها. وكما قال فيها محمود درويش: كيف نشفى من حب تونس؟ كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ أعود لريحة البلاد بعد ما توقفت سنة كاملة. توقفت على خاطر فما شيء من الجسد انكسر. طالت الغيبة لأن الشفاء يحتاج وقت. نشكر كل من وقف إلى جانبي في هذه الفترة الطويلة، كل من آمن بعودتي وقت اللي كنت نبحث عليها. أعود بعزيمة أكثر إشراق لأشارك معكم حكاية الأرض ونبض الناس ورائحة البلاد التي لا تنسى. عدت إلى الطريق، إلى الصورة، إلى الضوء. وهذه مش مجرد رحلة تصوير، بل عودة إلى العمل، إلى الشغف، إلى تونس كما ترى وتحب. ريحة البلاد حين يبدأ المشوار من جديد، وهذا الموسم الخامس. مريم بن حسين. هذا البرنامج برعاية بيات. حق، أنا نرجس نخدم في البيات، ملتزمة مع الثقافة والمبدعين وملتزمة معاكم. جامعة سيزام، نرسخ بصمتنا. في جامعة سيزام نقدم اختصاصات في إدارة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وهندسة البرمجيات، ونوفر تكوين في التسويق، التحول الرقمي واللوجستيك. جامعة سيزام، نرسخ بصمتنا. بين سوق يروي حكاية الزمن، وحرفي يصمد على إرث الأجداد، وواحة تتنفس ببطء تحت شمس الصحراء، ومتحف يحفظ بصمت ما تبقى من قصة الجنوب. هذه دوز. مرحبا بكم في دوز، قلب الجنوب النابض والأصالة والجمال. تقع دوز في الجنوب الغربي التونسي، وكانت عبر التاريخ نقطة عبور أساسية بين الشمال والساحل من جهة، وعمق الصحراء الكبرى من جهة أخرى. نشأت كواحة استقرار للقبائل الرحل، وتحولت تدريجياً إلى مدينة لها دور اقتصادي واجتماعي مرتبط بالقوافل والتجارة الصحراوية. تصبح لاحقاً بوابة سياحية نحو الصحراء. تبعد دوز عن العاصمة تونس حوالي 480 كيلومتر، أي ما يعادل 8 ساعات سفراً براً، ما يجعلها جغرافيا بعيدة عن المركز، لكنها قريبة من عمق الهوية الصحراوية للبلاد. دوز فضاء يجمع بين التاريخ الشفوي للقبائل والتحول الحديث نحو السياحة والثقافة، وهي أهم رموز الجنوب التونسي.
دوز ليست مكاناً عابراً، إنها موعد مع السكون ومع الإنسان حين يكون قريباً من أرضه وقلبه. وصباحنا ليس لحظة جمال عابر، بل زمن تقاس فيه المسافات بالشمس وتضبط فيه المواعيد على ضوء النهار، كأن المدينة تعود كل يوم إلى أصلها الأول. قضينا ليلتنا في هذا المكان البسيط في شكله، العميق في روحه، دار آمنة في كل ما نحتاج لنشعر أننا في بيتنا. جدران تحمل دفء أصحابها، هنا تسمع فقط همس النخيل، وكأنه كل ما يحيط بها يحكي حكايات الجيران الجميلة. اختيارنا ليه كان لأنه يتيح العيش داخل النسيج الحقيقي للمدينة، بعيداً عن النزل السياحية الكبرى، وفي تماس مباشر مع الناس والمكان. توا 7 متاع الصباح، وأنا جاهزة باش نعيش تجربة دوز بكل حيوية وجمال. في صباح دوز كان لابد أن نبدأ من السوق، القلب النابض للمدينة، حيث تختلط الألوان والروائح والأصوات والوجوه الصادقة. السوق ليس مكان بيع وشراء فقط، هنا هو مسرح ذاكرة وهوية. هذا السوق اللي تأسست عليه البلاد سنة 1910، وفيه 3 أبواب رئيسية: دوز الغربي، دوز الشرقي، والعوينة. فضاء تلتقي فيه الحرفة بالحكاية والتاريخ اليومي، وكل ركن في السوق يحكي قصة رجل تعلم الكثير. وفي السوق التقيت بعم صالح الصويعي المرزوقي، رجل من أبناء دوز يحمل في ملامحه تاريخ المكان وفي كلماته حكايات، حتى سمي الحكواتي. هذا سوق المرزيق، هذا سوق دوز اللي كانت تسمى زاوية دوز البيضاء. سوق دوز اللي تأسس عام 1910. 1910 جاء من خلال قراءة الفرنسيس للتاريخ الروماني في الجهة. التاريخ الروماني في الجهة كان خط اللماس الروماني اللي يمتد من تبسة حتى الحدود الطرابلسية. الجو الآثار اللي هي مثلا كيما قصر غيلان، كيف ما قصر ترسين، كيف ما بيزيروس، كيف ما توريستي ميليني في حدا قبلي، كيما قبلي كانت تسمى الطومبلوم. دوز هنا القلعة بحذاها اسمها أقرسيل. الجو هك التاريخ هذاك الرومان كانوا عندهم برشا نقاط مياه. الفرنسيس فجروا المياه باش كونوا تجمعات سكنية. جو طرقات تجارية اللي تربط بين غدامس حتى القابس وقفصة اللي كانت تسمى كابسا تكابس. الطرقات التجارية عوضوها بأسواق، عملوا سوق قبلي عام 1898، سوق دوز عملوها عام 1910، وعدة الأسواق الأخرى الموجودة في الجنوب. الأسواق هذيك لتجميع الناس، ومرة في الجمعة، وسوق أسبوعي. ثم العدد متاع الحوانيت اللي هنا عندنا 80 حانوت وعمروهم الكل. كانت قدام برشا سلوع أخرى اللي ما عادش تو الوقت الحاضر، لأن ماهوش بنفس كانت مثلا نوع القرداش، نوع الغربال، نوع القصعة، الزلفة، المهراس إلى غير ذلك. كانت الحوانيت مليانة بسلوع أخرى. كان نوع متاع قماش، القماشات متاع النساء خاصة والقماشات متاع الرجال خاصين. ثم المساحة هذه كانت مقسومة. البقعة هذه كانوا يبيعوا فيها الصوف الززة متاع الصوف. من غادي كانوا يبيعوا النعمة، كل ما هو قمح وشعير وفول وحمص إلى غير ذلك. المربع هذا من غادي كانوا يبيعوا فيه التمر والزيت. أما المربع هذا تحت الشجرة هذيك كانوا يبيعوا كل ما هو قماش.
ويجوا من برا تجار. جماعة النعمة بعض الساعات ما يتبعلاش النعمة، لكن يخلي النعمة متاعها موجودة ويرجع لها بعد جمعة يلقاها موجودة من نفسها حتى عاد يقول لها راك في سوق المرازيق، حط حاجتك وكن متهني عليها. فكان سوق الأمان، سوق الثقة. ولعل كلمة زاوية دوز البيضاء عندها مكانة في عقلية كثير من الناس، والحمد لله ما زالت الأثر متاعها. السوق هذا اللي عملوه وقتها كان جمع كل الناس. السوق اللي عملوها 1910 عملوا سوق آخر، هذا سوق يجمع الحوانيت ويجمع مرة في الجمعة التجار اللي جو من بعيد. لكن ثم سوق آخر سنوي اللي سموه عيد الجمل عام 1911 عملوا فما مهرجان دوز. لا غير مهرجان دوز، احنا وقت اللي داخلين للسوق فما الدوره هذيك اللي فوقها الجمل، هذاك مهري للسباق، هذاك سمبول خاص لكل ما هو سباقات نتاع مهاري. والمرازيق معروفين بخبرتهم للصحراء والخبره نتاعهم للصحراء، والطرقات نتاعهم طرقات يخبروها في الليل وفي النهار. كانت الصحراء لهم حتى إداريا. من هنا البرج الخضراء كانت الدوز المدة القريبة متاع 10-15 عام. العمدة متاع برج الخضراء من دوز، على ما هو الصحراء الكل لهم لها يعني كما يقول. إذن التعمير المكان هذا هو من خلال قراءتهم للصحراء أشياء لازم يكون فيها، خاصة برشا عيون، من بينها عين القلعة كانت تعطي 120 إيترا في الثانية. العين متاع الدوز كانت تعطي 60 إيترا في الثانية. متاع سوق البياز في قبلي كانت تعطي 80 إيترا في الثانية. شو اسمه بازمة جمنة نقة، يعني عملوا 37 عين في الجهة، وعمرت البلاد. كانت تنتج قدام وقتها ما ثمش دقلة، ثم كل انواع التمور الاخرى، الفطيمي، الكنتة، الدنقة الى غير ذلك. كل انواع التمور الاخرى كانت تنتج بطريقة تقليدية. تلقي مثلا نخلة وتحتها برشا غرس اخر. بعد جي المعمر وعمل الواحة متاع جمنا ونظم فيها كيفاش تنظيم، وعلمنا كيفاش ننظموا طريقة جديدة لزراعة الدقلة، وتعلموا ولت الناس تنتج. وبعد في الثمانينات جت نفحة متاع غراسة الواحات. كنا الواحد تون يبدأ عنده مثلا 50 متر على 50 متر بارسيل متاع خضرة يزرع فيها، يعني يعتبر غني. تو الوقت الحاضر الناس تملك بالعشرة بالعشرين هكتار في إنتاج الدقلة. ومن بعد وليت مقاهي. طبعا الحركة السياحية هي اللي غيرت المشهد في البلاد. ولا قدام ما نلقوش الكلمة مثلا المنشورة قدام واحد توني يبيع كليم يبيعها فيني بالمزاد العنري غادي عند الدلال، هو اللي يدلل به، مني سواء كان برنوس والا حرام والا حولي والا وزره ولا زربيه، يدلل بها بالمزاد العلني. اما بالطريقه هذه يعرضوا فيها التجار للسواح اللي يجوا يشري، لان تو الوقت الحاضر بعد ساعات تلقي قطعه الا ما عادش تلقى شكون ينسدها، لكن تتباع خساره. الحوانيت هذوما الكل عاملين بكثير من الذكريات الطيبه وذكريات الخارقه للعاده. فهذاك حانوت الشيخ، وهذاك حانوت العالم الفلاني، وهذاك نتاع البيطري الرعواني، البيطري بمعرفته اللي وارث البيطره او علم الطب نتاع الابل عن طريق التجربه وعن طريق اهله وماليه. وهذا الكل ممكن يخلي ان الهادي بالحاج ابراهيم اللي عمل مقهى ثقافي باش يجمع فيه الناس ويجوه الشعراء ويجوه المثقفين، وخاصة في أيام العطل تلقي الأغلبية متاع الناس الموجودين في القهوة تلقيهم كان الأساتذة اللي كانوا يقروا لبرا ويجوا يرتاحوا في القهوة هيك. ومع عم صالح باش نبدأ نعمل دورتي في دوز. بدينا بالمقهى الثقافي. هنا الجو غالبا ما يبدو هادئا وملهما، مع تشجيع على الحوار والمشاركة الفكرية.
ملتقى ثقافي بسوق دوز، مكان لا يجتمع فيه الناس فقط لشرب القهوة بل لتبادل الحكايات والضحك. جلست مع بعض أهالي دوز، قلوب مفتوحة، كلمات صادقة بلا تكلف. تحدثنا عن الكثير من الأشياء، تحدثنا عن الحب. هوني فهمت اللي دوز ليست فقط واحة وصحراء، دوز ناسها، أصواتهم، ضحكتهم، كرمهم اللي لا يحتاج إلى إعلان. في هذا المقهى ومع هذا الجمع شعرت أني لست غريبة بل واحدة من أهل المكان. هذا أيضاً واحد ممن تبقوا من حرفي الحدادة، رجل يعمل بالنار والحديد في ورشته الصغيرة بمطرقة ورثها ربما على أبيه ولا على جده، وسندان يعرف شكل يده. هذا الحرفي يعمل في صمت بينما تغزوه الأدوات الجاهزة والمستوردة. مهنته مهددة بالاندثار، بل لأن العالم مع الأسف صار أسرع من اليد اللي تتقن. ولو أنه في عهد الذكاء الاصطناعي باش نرجعوا للناس اللي تعرف تتقن صنعة. في أحد أزقة دوز هذم آخر الناس اللي يصنعون البلغة. صانع البلغة كما كان يعمل من سبقه منذ عقود، جلد، خيط، إبرة وأثر يد. تعرف الصحراء أكثر مما تعرف الآلات. البلغة صحراوية ما هيش حذاء عادي بل أداة عيش، صنعت لتقاوم الرمل والحر والمسافات الطويلة. كل قطعة جلد تختار بعناية، وكل غرزة لها وظيفة قبل ما يكون لها شكل. عمل الحرفي هو امتداد المعرفة محلية تشكلت من التجربة في زمن الأحذية الصناعية. يواصلون هؤلاء صنع البلغة بطريقة نفسها، أشخاص تفهم الأرض وخطى أهلها. صناعة البلغة هذه أقولها البلغة الصحراوية ولا البلغة المرزوقية، خاصة بدوس. هذه خاصة بدوس، هذه الودعة والحرير، هذه الزينة هذه خاصة بدوس. مريم، هي كانت البلغة هذه في بدايتها جو زوز من الناس عاشوا برشا في ليبيا وجابوها معاهم في ليبيا لأن كان محكوم عليهم بالإعدام. قعدوا 12 عام غادي، وعندما روحوا بالصنعة هذه ونشرها. استقروا لهنا عام 56 وكروا زوز حوان كل واحد في حانوت، ومن ثم حفظوا عليهم أجيال ما هي أجيال من 56 57 حتى جت التعاضد عملوا جمعية لإنتاج البلغة، شاركوا فيها برشا شبان. مشي التعاضد قاعدة تصنع وكل واحد مشي يعمر فيه حانوت، واصبحوا شياب كبار فيني يعلموا حتى هم جيل. تو الوقت الحاضر ثم 50 60 عائلة، مش هكا 50 60 عائلة اللي يعيشوا من هالصنعة هذه، صنعة البلغة. البلغة هذه عندها خصوصية فيها الرقمة هذه اللي يسموها ودعة، والودعة هي بورت بونور في نعرفوها في عند الناس اللي يعمل الودعة، يعني معلق ودعة يعني تطير العين. أي نعم. هذيك هذه وهذه مش بعضها. لا مشكل كيف. شنو الفرق؟ بالنسبة لي هذه من الصنعة المرزوقية اللي هي من دوس، وهذه ابتكار جديد. انا ما نحبش الابتكار الجديد، اعطيني الابتكار القديم. القديم هي اللي هي هذه. خلينا نستحفظوا على الابتكار القديم خاطر قاعد يندثر. صحيح يا يعطيك الصح. بالنسبة لهذه هي الابتكار الجديد. تو انت قاعد تعلم في عباد اخرين ولا فما شكون يحب يتعلم؟ لا ولا ما عادش يحبوا يتعلموا بالكل. لا شيء. قبل كانوا كل حانوت معناها تلقى فيه 4 5 أولاد يتعلموا كما تعلمنا يعني، حتى هم يتعلموا، ولكن تو لحد الآن لا شيء. هي مش كان بالنسبة للبلغة
حتى في صنايع اخرين. البلغه لان كانت قدام، كانوا قبل يصنعوا في البلغه من لوطه، الحذاء من لوطه يجيبوه من الكاوتش ولا من تاع العجل بتاع الكراهب، يعملوا منه الحذاء من لوطه ويركبوا عليه الجلد، والمسمار يسموه مسمار قده، ان الجلد نتاع الجمل نسيروه سير رقيقه برشا ونخيطوا به الجلده على الكاوتشو، ويصبح انه يقول لك مسمار قده. مسمار القده هذا ما يتقطعش، يتقطع الحذاء من اللوطه يتقطع، ممكن الجلده تتقطع، اما جلده الجمل هذيك اللي صنعنا منها الخيط ما تقطعش خلاص. سي عمر، توا انت قديش من بلغه تخرج كل يوم؟ ما انا وزميلي معناته نجم نخدم الخدمه هذه الاولى، وبعد يخدم الفينيسيون الاخرى اللي هي البرانيه زيك، فهمتي؟ نخدموا 3 4 بلغات كما انا ما عندناش حاجه نمبر معين. مازالت مطلوبه؟ لا مطلوبه. تو مثلا هذه يلبسوا فيها الفرسان، جماعه الفرسان عندهم الكسوه يزيد يطلعوا على البلغه زي هيك، وكيف هذه تو بالنسبه هذه يلبسوها العرسان. هذيك يلبسوها العرسان. هذه يلبسوها للصحراء، السواح والسواح يجوا يشروا تو كي اليوم مش الرحلات والحاجه يلبسوا للصحراء هذه يلبسوا. زرنا دار صالح للفنون، بل بيت للفن، مساحة تستقبل الفن كما تستقبل الضيف. المكان لا يحمل لوحات معلقة فقط، بل يحمل أثر اليد اللي صنعتها وعلقتها. دار صالح للفنون تقول إنه الثقافة يمكن أنه تولد في هذا البيت الصغير، حين يكون صاحبه مؤمناً بأن الثقافة جزء من الإنسانية ومن الكرامة. هذا المكان لا يعرض أعمال فنية فحسب، بل يحفظ ذاكرة بيئة كاملة ويمنحها حق الظهور بلغة الفن. فنرى شهادة أن الصحراء لا تنجب الفراغ، بل تنجب المعنى. على الجدار هذه الصور. صفية الحليب ليست شخصية عابرة، بل وجوه خرجت من قلب الأرض، نساء نقيت كالحليب الأول، حنونات كظل نخلة. اختارهن عم صالح من بيئته، لا ليزين بهن جدار، بل يعيد للمرأة الريفية مكانها في الصورة كصانعة للحياة، لا كزينة للمشهد. أرى في عيونهن تعب السنين، وفي أيديهن ملح الخبز، وفي وقفتهن شموخ الصحراء. صفية الحليب كأنهن قصيدة غير مكتوبة. الفترة متاع الكوفيد ولت الناس تخرج في صور متاع الأمات اللي توفوا في مناسبة الكوفيد. وجدت شاهية بأن نجمع هالصور هذم الكل، وبعد وليت نجمع في الصور الكل يعني، وناخذ من الأحباب والأصحاب. أعطيني صورة أمك المتوفية، أعطيني جدتك، أعطيني واحدة من قريباتك، وجمعت العدد هذا وثم عدد آخر كبير. نزلت باش نزيد حاجة كبيرة برشا. لقيت روحي أني جسمت جسر ما بين دار صالح للفنون وكل العائلات. اللي يجي لهنا يبدأ يحوم على امرأة يعرفها، هذه أمي، هذه خالتي، هذه كذا، هذا بنت عمي، هذه كذا. وهذا الجسر متاع مودة ومتاع ذكرى طيبة. الوجوه هذه ما عندناش نشوفوها. الوجوه هذه اللي تحمل الوشام، عندها الخرص، عندها العصابة، عندها ذكريات الماضي موجودة في كل وجه. ثم حاجة هذاك علاش نقول هذه أمي وهذه أمي وهذه أمي وهذه أمي وهذيك أمي وهذيك أمي وحتى هذيك أمي. أمك أمي يا ولد أمي. قداش محتاج باش نقول يا ولد أمي. تتفكر أمك منين غطتني بخنوقها، منين لقتني سقعان. أمك أمي يا ولد أمي. تفكر أمك منين أعطتني جلب خبزة، منين لقتني جعان.
امك امي يا ولد امي. تتفكر امك منين جيت تزغرت واني مروح من المدرسه ناجح في الامتحان؟ امك امي يا ولد امي. تتفكر امك ان انا بختني بالكمون وقالت لي داويك السبحان؟ يا ولد امي قديش محتاج باش نقول يا ولد امي. وفي كاريكاتورات الأنف لا يرسم الوجه بل ترسم الشخصية. خشومات نعم، أنوف طويلة كالحكايات، وأخرى صغيرة، خشم ساخر وخشم مندهش وخشم غاضب وخشم حالم. الأنف هنا ليس عضواً بل فكرة، وليس شكلاً بل مرآة للروح. الأنف قصة كبيرة، والرسام هوني جعل كل أنف يحمل انحناء وطبع وضحكة خفية. هذه الكاريكاتورات تجعلنا ربما نتساءل: من نكون حين نبالغ في ملامحنا؟ حين يلتقي الدعاة بالصحراء يقف مقام سيدي أحمد الغوث شاهداً على علاقة أهل دوز بالروح والمعنى. ليس المكان مجرد ضريح، بل محطة للسكينة يلجأ إليها الناس حين تضيق بهم الحياة، كطقوس روحانية يتركون عند العتبة الهموم بصمت. سيدي أحمد الغوث في الذاكرة الشعبية رجل بركة وخير، ارتبط اسمه بطمأنينة المكان، وصار حضوره جزء من نسيج المدينة كما النخلة والبير والطريق القديم. مقام سيدي أحمد الغوث لا يفرض نفسه كمعلم سياحي، بل كتوازن بين قسوة الصحراء ورقة الإنسان. به وش الترشيح؟ والله تنقوم ننفذك الليلة يزمة الفوق رمضان سلي أريدو والأبلي هما اللي في الفوق. ادخل على ماي أريدو والعب 120 مليون للربح وتخفيضات توصل حتى 40% عند لي بارتنير. أريدو طور عالمك. في قلب مدينة دوز بوابة الصحراء الكبرى ينتصب متحف الصحراء، شاهداً على تاريخ البدو الرحل وتفاصيل العيش البسيط والعميق في آن واحد. هنا لا تعرض الأشياء كقطع جامدة بل كحكايات. نرى أنه في منطقة نفزاوة كان هناك ما لا يقل عن 48 قرية واحية في القرن 19 تركزت فيها العديد من القبائل، وكانت تعيش في صفاء ووئام تربطها علاقة تكافل. ويعرض المتحف نمط عيش البدو والبداوة، وسمات الإبل، وأهمها الجمل اللي يشارك البدو في الرحلة الصحراوية. نرى فيه النسيج، وشعارات النسب اللي هي وشم الوجه وتقنياته. نرى فيه الحلى البدوية والألبسة والهودج، وكيف تهيأ الخيمة. هذا المتحف يعلم الزائر أن الصحراء ليست فراغاً بل ثقافة كاملة، طقوس يومية صاغها الإنسان. من خلال هذه المعروضات نفهم كيف تحولت الطبيعة القاسية إلى أسلوب حياة متوازن يقوم على احترام الأرض.
بدوز ليس مجرد فضاء للعرض، بل ذاكرة حية للجنوب التونسي، وسجل مفتوح لحياة الإنسان في مواجهة الرمل والريح والزمن. هو رحلة في الذاكرة جماعية ومفتاح لفهم روح الجنوب والواحة. نحن ماشيين في المنطقة السياحية اللي هي منطقة عبور بين المدينة والصحراء. من هنا تبدأ الرحلات، تحجز الجمال، تجهز السيارات، ترتب الليالي الصحراوية، وكل شيء عملي منظم. المنطقة السياحية بدوز تظهر كيف تحولت الصحراء من فضاء عبور للقبائل إلى فضاء استقبال للعالم. هذا اللي موجود في المنطقة السياحية اللي ينظر يقول هذا مفتاح نتاع والتين من الوتلة، لكن لا، هو المرأة مفتاح مرأة. ايش معناه؟ الصحراء كالعروس الجميلة لا تعطي مفاتيح أسرار إلا لمن يحبها، فهي دعوة إلى محبة الصحراء. تحب الصحراء تعطيك سرها، تحب الصحراء تودك، تحب الوطن تحبك، تحب الصحراء تحبها، تحب الوطن يحب وطن تعب. وحكايه البخنوق على المفتاح، اي الفروق على المفتاح هو ان كيما أن عملت المفتاح هو جد كيما الجسد تاع المراه، والبخنوق هي سترتها. اذا علاش اشتر المفتاح؟ بخنوق واشتر الاخر مفتاح. هذاك بالتجسيم الجسد، جسد المراه، هذاك راسها من فوق، الشعرات هذاك القصه نتاعها، والخجل منه ومنها يسموهم بالحلي. وحبيت أن نمجز خيال آخر ونتجاوز المعقول، فكبرت المفتاح حتى رديتها حاجة كبيرة، وإلا صغرت المرأة حتى رجعتها في المفتاح. وسر الدنيا مرأة، لو نعرف الدنيا اللي راهي سر الدنيا مرأة ننجو حيا. يتناثر النخل كحرس صامت، تظلل الطرقات وتخفف حر الشمس. الواحة تروي تاريخ المدينة وهمسة الريح بين النخيل. رائحة التربة الرطبة تختلط برائحة التمر. كل زاوية في واحد دوز لها قصة، وكل ظل يحمل سكينة، وكل نسمة تهمس بالحياة. واحد دوز مكان للراحة، للحلم، للعيش، تناغم مع الطبيعة. الواحة تعلمنا إنه الحياة مساحة صغيرة تعيد الطاقة للروح. ونحن نخمو هكاكا تعترضنا جحفة عرس في الطريق. نستمع لصوت زغاريد بعيدة. توقفنا قليلا احتراما لطقس قديم يمر من هنا. الفرح ما أجمله. الحقيقة الفرحة ديما محلاها، وديما واحد يسعى أنه يشارك فيها. الخطى الجماعية هذه قلب العادات اللي ما زالت حية، وتحس فيها بركة كبيرة. كي ترى فرحة ماشية في الطريق تقول إن شاء الله تكمل بخير. لها وقع خاص محسوس في كل حركة، في كل همسة من الناس، كأنه الهواء محمل برائحة الخيل والزعفران. ما أجمل الفرح حين يأتي على شكل عاصفة تدهش القلوب.
هذه صحراء دوز. تحس إنه المكان يتنفس فيه الزمن ببطء. توا 6 غرباع متاع العشية. بين الكثبان تختبئ لحظات من السكون تستمع فيها صدى الخطوات. الرمال تحت الأقدام دافئة كأنها تحفظ حرارة كل مرة من هنا. صحراء دوز حرية حقيقية تكمن في مسافة بلا حدود، في شعور أنك جزء من كل شيء وفي الوقت نفسه لا شيء. وقبل ما ندخلوا للصحراء ريتو اللي سبقتنا زغاريت النساء وطبول الفرح، وخلطت عليها الخيول المزينة والبنادق اللي ترفعت نحو السماء لمواصلة الفرح. الفرسان هوني ما همش مجرد زينة للعرس، هما رمز للرجولة وللشرف. الرمزية إنه الوعد الغير معلن أنه العريس صار رجلاً في نظر الجماعة قادر على القيادة وبناء البيت. هذه هي الرمزية. حركة الخيل ترمز أيضاً للقوة والفخر والانتماء. هذا الاحتفال الجماعي تشارك فيه القرية كلها. تتلى الأهازيج القديمة كما رأينا في البداية. العروس تزف بالجحفة في موكب يشبه القافلة تعبر من حياة إلى حياة. والسماء من هناك تحمر تدريجياً كأنها ترسم لون لم يسبق رؤيته. اللون الأخير للشمس يلمع على حواف الكثبان، كأنه الصحراء نفسها تتوهج بلحظة قبل أنه يختفي كل شيء ويجيء الليل. لحظة قصيرة راقبناها لأنها تترك أثر. زمن يتباطأ ليرينا الجمال. وهكا كانت زيارتنا لدوز. مريم بن حسين تبوسكم ناس كل. نلتقيوا في محتوى آخر من ريحة البلاد. نسمع ياك يا بسم الله يا شباب عايش ان شاء الله عايش. هذا البرنامج برعاية بيات. حق. أنا نرجس نخدم في البيات، ملتزمة مع الثقافة والمبدعين وملتزمة معاكم.
جامعة سيزام نرسخوا بصمتنا. في جامعة سيزام نقدموا اختصاصات في إدارة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني وهندسة البرمجيات، ونوفروا تكوين في التسويق، تحول الرقمي واللوجستيك. جامعة سيزام نرسخوا بصمتنا. قال علي الصغير الأسود يا ريت حب الوطن يمشي مني نرتاح، ما عدتش عليه نغني. حب الوطن يمرض، يمجمج، يدمدم، يسحق، يحرق، يجنن، يهبل. حب الوطن، رملة الوطن عزيزة وغالية. رملة الوطن حبة على حبة، حبة على حبة على حبة على حبة، قول محبة. حبة زيتون كلاها طار بها الفوق الفوق، ورمي قلب الزيتون ارماه في قلب الجبل، ومشي من القلب للقلب، وحصل ما بين صخرة وصخرة، واعطاها ربي الغيث ونبت وعمر وثمر وطمر.